السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين في عنوان الحلقه، سؤالنا النهارده هيكون: هل الافضل ان حضرتك لما تيجي تحول العلف البادي الى نامي او النامي الى ناهي، هل الافضل ان حضرتك تحول مره واحده فجاه تصوم ساعتين وتنزل بالعلف النامي زي ما بعض الناس بتعمل، ولا الافضل ان حضرتك تعمل ميكس او تخلط الاول قبلها بيوم او يومين نسبة من العلف النامي علشان الفرخ يتعود عليه؟ ده هيكون الجزء الأول من حلقتنا النهاردة. الجزء الثاني: ما هو علاقة مضاد السموم بموضوع تغيير العلف؟ ليه معظم الناس بتربط تغيير العلف إنك تحط مضاد سموم في المياه؟ تعالوا نشوف مع بعض حلقتنا النهاردة، لكن كالعادة ما تنساش لو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات، وطبعا اشتراكك يشرفنا. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا مره تانية. معظم مربين الدواجن خصوصا الفراخ البيضاء بنأكل العلف البادي تقريبا 600 جرام، اللي هو ممكن يخلص في عمر مثلا 16 17 يوم. السؤال هنا اللي كل الناس مختلفه عليه، معظم مربين الدواجن مختلفين في النقطه دي. طيب نأكل النامي على طول، نخلص البادي خالص ونجوع ساعتين وندي النامي، ولا الافضل انك تعمل ميكس وتخلط النامي قبلها بيوم ولا يومين علشان الفراخ تتعود عليه؟ الاجابه وباختصار علشان وقت حضراتكم ان معظم الدراسات بتقول انه الافضل انك تعمل ميكس او تخلط قبلها بيوم. عود الجسم او عود الفراخ على العلف الجديد. اشمعنى؟ لان جسم الفراخ او الامعاء فيها مايكروفلورا او بكتيريا نافعه بتهضم العلف ومتعوده على الوسط المعين لعمليه الهضم. فلو حصل خلل وعلف جديد، شركه جديده، ايا ما كان نوع المنتج الجديد اللي داخل الامعاء، بيحصل هنا خلل في التوازن بتاع البكتيريا النافعه دي. فعلشان ما يحصلش خلل مفاجئ، طبعا الخلل المفاجئ ممكن ينتج عنه اسهال، ضعف في المناعة، نقص في معدل التحويل، يعني حاجات لكنها غير ملحوظة. هي بتكون غير ملحوظة، لكن احنا بنتكلم في الصح، بنتكلم في الافضل، بنتكلم في مصلحتك ومصلحة فراخك. الافضل انك تعمل ميكس قبلها بيوم وتخلط العلف النامي مع البادي، او نفس الكلام العلف الناهي مع النامي في العمر الكبير برضه. ما تنساش ان احنا نصحنا حضرتك في حلقة قبل كده وقلنا العلف الناهي افيد في العمر الكبير. في ناس تقول لك انا هكمل بالنامي لاخر الدوره، اصل لما بحط العلف الناهي الفراخ بتموت. انا معاك ان في بعض الشركات وبعض المصانع بتحط خامات رديئه في العلف الناهي في الاخر، على اساس ان احنا نقول ايه يا عم ده اخر 3 4 ايام، كبر دماغك، حط اي ذره تعبان اي صويا في الخامه الاخيره. لكن لو انت عندك مصنع كويس، شركه محترمه، ناس عندها ضمير، يبقى الناهي افيد ليك ولفراخك، افيد لمعدل التحويل وافيد لفلوسك، ولانه هيكون ارخص. يعني في الناحيتين بيكون مفيد لحضرتك. طيب نرجع لسؤالنا وموضوع حلقتنا. يبقى انا لما هحول من بادي الى نامي او من نامي الى ناهي، الافضل ان انا انزل العلف قبلها بيوم، اعمل خلط بشكل تدريجي، اسحب العلف القديم وادخل العلف الجديد. نفس الكلام لما هتغير من شركه لشركه، يعني لو من بادي لبادي بس من شركه لشركه اعمل نفس الكلام. يعني حتى لو من نامي لنامي بس من شركه لشركه برضو نفس الفكره، اعمل ميكس افضل علشان ما يحصلش خلل في الامعاء بتاعه الفراخ. طيب ما هو علاقه مضاد السموم بموضوعنا؟ ليه معظم الناس لما تيجي تغير العلف من بادي لنامي مثلا يقول لك انا هحط مضاد سموم في اليوم ده بالذات؟ يعني الفكره بسيطه خالص، ان مضاد السموم بيكون فيه احماض عضويه، ودي بتقلل النشاط البكتيري للبكتيريا الضاره. فلما انت بتحط من علف لعلف وحصل خلل في توازن البكتيريا النافعه، لما بتحط مضاد سموم او احماض عضويه بيحصل ان انت ايه، بتحافظ على البكتيريا النافعه دي ان هي ما يحصلهاش خلل مفاجئ، يعني البكتيريا الضاره ما تنشطش. فالنقطه دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا فوائد الاحماض العضويه على مدار الدوره، ونصحنا حضراتكم ان انت تمشي طول الدوره باحماض عضويه، عدا طبعا ايام التحصينات. لكن نصيحتي لحضرتك ازيدك من الشعر بيت، الافضل انك تكمل بمضاد السموم برنامج اسبوعي، كل اسبوع يومين حتى لو مفيش مشاكل. ليه؟ لان السموم الفطريه اللي في العلف دي تاثيرها غير ملحوظ بالعين المجرده.
هي بتقلل المناعه شويه، نسبة انت مش هتاخدها، مش هتاخد بالك منها. بتقلل لك معدل التحويل بنسبة انت مش هتاخد بالك منها. بتزود النافق ولو 1% انت مش هتاخد بالك. يعني تأثير السموم تأثير تراكمي غير ملحوظ. رد فعل التحصين، يعني انت لما بتحصن لو في سموم في العلف، الاستجابة بتاعت التحصينات انت مش هتعرف تقيسها. فانت ليه تحط نفسك في دايرة الشك؟ ما تخرج نفسك من الحوار ده كله وتعمل برنامج اسبوعي، كل اسبوع يومين مضاد سموم 24 ساعة متواصل، مثلا يومين في الاسبوع. احنا قلنا قبل كده في برامج ثابتة، فيتامينات كل اسبوع سقوتين، مضاد سموم كل اسبوع سقوتين، غسيل كلوي كل اسبوع سقوتين. ثبتهم عندك بشكل برنامج اسبوعي، لان الادوية دي او الانواع دي من المشاكل خصوصا في التربية المكثفة في العنابر بتكون طبعا ليها يعني خسارة او ليها رد فعل او ليها تأثير مباشر على فلوسك وعلى مكسبك او خسارتك. لكن في التربية المنزلية احنا بننصح دايما بعدم استخدام الادوية عمال على بطال، لان هي بتكون تأثيرها غير ملحوظ في التربية المنزلية. التربية المنزلية بنعتمد زي ما اتفقنا على النظافة والوقاية والرعاية والنشارة والتهوية الجيدة وخلاص. حتى ما بنحصنش تحصينات فيروسيه لان الاعداد بتكون قليله جدا، ده غير ان انت ما عندكش الخلفيه العلميه الكويسه او الخبره انك تطبق التحصين. فلو انت طبقت التحصين غلط بتضر نفسك اكتر من اللي ما حصنش خالص. علشان كده احنا دايما بننصح التربيه المنزليه ابعد عن التحصينات الفيروسيه. خليك بس في الكلام اللي احنا بنقوله في التربيه المنزليه. جوه القناه في مجموعه من الحلقات عن التربيه المنزليه مخصصه للتربيه المنزليه، بحيث ان انت لو ركزت فيها في الحلقات دي هتعرف ان الموضوع ابسط مما تتخيل. شويه نظافه ورعايه وتهويه وشباك ونشاره وشويه فنيات وتريكات جميله، اذا انت عملتهم صح هتستغنى بقى عن التحصينات وعن مضاد السموم وعن مضاد الكوكسيديا وعن ادويه كتير جدا، فيحصل ان هامش ربحك يزيد. لان كميه الفراخ اللي انت بتربيها لو صرفت عليها زي ما بتاع المزارع بيصرف يبقى انت كده شغال في الفاضي. علشان كده اللي بيتابعني من الناس اللي بتربي في تربيه منزليه يدخل على القناه ويشوف حلقات التربيه المنزليه او الاعداد الصغيره. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.